تخيل معايا بنت عندها غير 25 عام، ماشي مجرمة، ماشي هريبة، وماشي دارت شي حاجة ضد القانون. بالعكس، هي مشات بنفسها وقالت للدولة جملة صدمات الناس كاملين: بغيت نموت وبغيت القانون يسمح لي. هاد الجملة ماشي من فيلم وماشي من رواية، هاد الشي وقع بصح وفي إسبانيا بالضبط. ولات هاد القضية من أكثر القصص اللي هزات الرأي العام، حيت ما كانت غير قصة بنت كتعاني، كانت قصة على الألم، على القرار، على العائلة، على السؤال اللي كيخوف أي واحد: شكون عنده الحق يقرر الحياة أو الموت؟ مرحبا بكم أصدقاء، فيديو جديد معكم كافيين. وقصة اليوم ديال شابة إسبانية سميتها نويليا كاستيو، بنت صغيرة في السن، ولكن الحياة ديالها ما كانتش سهلة نهائيا. كانت كتعاني من مشاكل نفسية وآلام كبيرة، وزاد تعقد الوضع بعد ما ولات عندها إعاقة حركية. يعني من برا الناس كتشوف غير عنوان صادم، ولكن من الداخل كانت معاناة طويلة ثقيلة وكتاكل فيها شوية بشوية. كاين فرق كبير بين اللي كيشوفوا الناس وبين داكشي اللي تيكون عايشو الانسان في الداخل ديالو. حيت ساهل بزاف تحكم من برا، ولكن صعيب تفهم شحال كيقدر الوجع يوصل الانسان لواحد النقطة فين كيولي النهار طويل والليل طويل والحياة كاملة كتولي غير حمل ثقيل. ومع الوقت نويليا وصلت لواحد القناعة مخيفة بزاف، هي انها ما بقاتش باغيه تكمل. ماشي غير احساس عابر وماشي غير لحظة ضعف، ولكن قرار بدا كيكبر في الداخل ديالها حتى ولا واضح قدامها. حيت نويليا ما بقاش غير كتحس بالالم، هي خدات خطوه صدمات كلشي. قدمت طلب رسمي باش تستافد من القتل الرحيم في اسبانيا. يعني بلغه بسيطه وواضحه طلبت من الدوله ومن الاطباء يساعدوها تسالي حياتها وبشكل قانوني. وهنا الناس كاملين بداو كيسولوا: كيفاش بنت عندها غير 25 عام في بلاصه ما تطلب العلاج طلبت النهايه؟ ولكن اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هو ان القتل الرحيم في اسبانيا ماشي قرار عشوائي. ماشي اي واحد يقول بغيت نموت وصافي. كاين قانون، كاين اطباء، وكاين لجان مختصه كتشوف الحاله بالتفصيل وكتاكد واش الشخص فعلا واعي ومصر على الطلب ديالو ولا غير لحظه ضعف. نويليا دازت من هذا المسار، واللي وقع من بعد كان صادم اكثر. حيت بعد دراسه الملف طلب تقبل. هنا قصه ما سالاتش، هنا بدات. حيت منين الطب قال ممكن، العائله قالت لا. الاب ديال نويليا رفض القرار بشكل قوي، وكان مقتنع ان بنته ما خاصهاش تموت، بل اللي خاصها هو المسانده، الدعم والعلاج، ماشي النهايه. وتخيل معايا المشهد: بنت كتقول هذا القرار ديالي، واب كيقول لا، خصك تبقاي حيه. المؤلم في هذه المواجهه هو انها ما كانتش مواجهه ديال الكره، كانت مواجهه ديال الالم. هي كانت باغيه توقف العذاب، وهو كان باغي يشد في الحياه ديال بنته حتى لاخر لحظه. ومن هنا القضيه خرجت من يد الاطباء ودخلت للمحاكم. ودابا المحكمه ولات قدام سؤال مخيف، سؤال ماشي سهل: واش نويليا فعلا كتاخذ هذا القرار باراده كامله ووعي كامل، ولا المعاناه اللي عايشاها هي اللي دفعاتها لهذه النهايه؟ هذا السؤال كان هو قلب القضيه كامله. حيت الا كانت واعيه بقرارها فالقانون يقدر يحمي هذا الاختيار، اما الا كان القرار خارج من انهيار او ضغط نفسي ماشي واضح فالقضيه كامله يمكن توقف. وما بين هاد الجوج مواقف بدات المعركه القضائيه: ملفات، اعتراضات، جلسات، ونقاش كبير في الاعلام. والراي العام كامل تقريبا تنقسم على زوج. كاين اللي شاف ان القرار ديالها حق شخصي، قال اذا الانسان كيعاني وهو واعي بقراره فخاصو يكون حر في الاختيار ديالو. وكاين اللي شاف العكس تماما وقال لا، هذا ماشي انتصار للحريه، هذا فشل ديال المجتمع، فشل في الدعم، فشل في العلاج، وفشل في محاولة الإنقاذ. وهنا بالضبط القصة ولات كبيرة بزاف، حيت ما بقاش غير قصة ديال بنت واحدة، ولات قضية كتطرح أسئلة مرعبة: واش القتل الرحيم رحمة ولا استسلام؟ واش احترام القرار الشخصي هو قمة الحرية ولا بداية باب خطير بزاف؟ والسؤال الأهم: واش اللي كيعاني من ألم يعوض يطلب المساندة والعلاج، ولا من حقه يطلب النهاية؟ أسئلة صعيبة وما عندهاش جواب سهل، ولكن المحكمة في الأخير كان خاصها تحسم. والقرار اللي خرج زاد صدم الناس أكثر، حيث القضاء مال جهة الحق ديالها هي. يعني بلغة واضحة المحكمة وافقات على أن الطلب ديالها يتنفذ. وهنا وصلت القضية لواحد المرحلة ثقيلة بزاف. بقى ما يتناقش من الناحية القانونية، بقى غير التنفيذ. وبقات محاولة أخيرة باش يتوقف القرار، ولكن ما تبدل والو. وفي 26 مارس 2026 تم تنفيذ القتل الرحيم بشكل قانوني. نويليا هنا سالات الحياة ديالها، ولكن ما سالاتش الجدل، بالعكس
يمكن هنا بدا النقاش الحقيقي، حيت وفاتها ما كانتش مجرد خبر، كانت صدمة. واحد الصدمة اللي خلت الناس يتعاطفوا معاها ويشوفوا انها كانت كتقلب غير على الراحة، وخلت ناس اخرين يشوفوا ان اللي وقع مرعب بزاف، وان المجتمع خاصو يراجع راسه. حيت السؤال اللي بقى معلق بعد النهاية ماشي غير شنو وقع، ولكن علاش وصلت لهاد المرحلة اصلا؟ واش فعلا العالم كامل دار كل شي باش يعاونها؟ واش فعلا كان امل في اخر الطريق؟ واش الدعم والعلاج كان كافي؟ واش الاحتواء كان كافي؟ ولا الانسان ملي كيتكسر من الداخل بزاف كيولي كيشوف النهايه ارحم من الاستمرار؟ قصه نويليا كاستيو ماشي سهله، ماشي قصه نسمعوها ونحكموا بسرعه، هي قصه كتوجع، كتبرزط، وكتخلي القلب ثقيل. حيت في هذه القصه ما كاينش بطل الروايه، كاين غير الالم. بنت صغيره وصلت القرار كيهز القلوب، واب بغى يتمسك بالحياه ديال بنته حتى لاخر نفس، ودوله لقات راسها بين الرحمه والقانون والاختيار. والخوف من هذا الباب فين يقدر يوصل. يمكن اخطر حاجه في هذه القصه كامله هي انها ماشي غير قصه على الموت، هي قصه على الانسان، على شحال يقدر يتالم في صمت، وعلى شحال يقدر يوصل للقرار كيبان للناس صادم، ولكن بالنسبه ليه هو يكون اخر شكل ديال الراحه. وفي الاخير القضيه ما خلاتش غير حكم قضائي، خلات جرح مفتوح، وخلات سؤال باقي كيدور حتى لدابا. الا شي انسان وصل لمرحله فين العذاب ولا كبر من القدره على التحمل، واش خاصنا نقولوا ليه بقى صبر، ولا خاصنا نسمعوا ليه من اللي كيقول ما بقيتش قادر؟ ودابا انت شنو كتشوف؟ واش القرار كان حق شخصي خاص يتحترم، ولا كتشوف ان ما كانش خاص يتسمح به نهائيا؟ كتب لنا الراي ديالك ولكن باحترام، حقاش هذه قصه مؤلمه بزاف. كان معكم كافيين في قصه اليوم. الى عجبكم المحتوى ما تنساش دير لايك سبسكرايب، مازال قصص مشوقين ومواضيع مهمين نهضروا عليهم. مع السلامه.